السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم راح أشرح كيف أشغل الفلاش عن طريق الوميض، وبرضو إيقاف الفلاش عن طريق الوميض، مثل هذا الفلاش اللي قدامنا. لما أمرر الماوس يشتغل بشكل تدريجي، يمكن خطأ دونك بشع الميل. ولما صلح أطلع كرتك الماوس لو يتوقف بشكل تدريجي برضه. هذا هو الدرس. نبدأ في صفحة سويش ماكس. يكون عندنا مشهد واحد، احنا نضيف مشهد ثاني ومشهد ثالث، بحيث ان المشهد الاول يكون هو الدخول، والمشهد الثالث يكون الخروج، والمشهد الثاني يكون هو المشروع اللي نضيف فيه الموسيقى واللي نكتب فيه. طيب، نبدأ مع المشهد الأول. نضيف صورة، وفي المشهد الثاني نضيف نفس الصورة، افتراضا ان احنا راح نشتغل على صورة واحدة. والمشهد الثالث نضيف نفس الصورة. طيب، نرجع للمشهد الأول. في المشهد الأول نضيف مستطيل، ونعطيه اللون الأسود، وبرضه نعطيها التدرج أو الشفافية، نكتب 80. أي شيء مثلا 80. مثلا في واحد يبغاها 100% نفس الشيء، مو مشكلة. طيب، الشكل هذا اللي طلع معانا في المشهد الأول ننسخه مرتين في المشهد الثاني وفي المشهد الثالث. يعني نسوي له نسخ، ونجي عند المشهد الثاني نسوي له لصق، كنترول في. وفي المشهد الثالث نسوي له لصق، كنترول في. الحين عندنا ثلاث مشاهد. المشهد الأول فيه صورة وشكل، والمشهد الثاني فيه صورة وشكل، والمشهد الثالث فيه صورة وشكل. الحين احنا زي ما قلنا انه البداية راح تكون في رقم واحد، والنهاية في رقم ثلاثة، والمشروع بيكون في مشهد رقم اثنين. طيب، في مشهد رقم اثنين نضيف الصوت. طبعا إذا كان عندنا موسيقى نضيفها في مشهد رقم اثنين. طيب، الحين نرجع للمشهد رقم واحد، وركزوا في الخطوات اللي أنا أسويها. نضغط هنا كليك أيمن. هذا المشهد الأول. المشهد الثاني نضغط على الشكل الأسود هذا، نضغط عليه هنا، ثم من شريط الزمن نضغط كليك أيمن، نقول له فيد أوت. وننزل عند المشهد الثالث، ونضغط على الشكل ونقول له فيد إن. الحين تقريبا انتهينا من نصف الشرح. نسوي معايا نشوف. بالضبط. الحين مرحلة الدخول انتهينا منها. طيب، نجي عند المشهد الثاني هنا، ونضغط على سكريبت. نضغط على نيكست سين اند بلاي، ونرجع للتصميم، وندخل على المشهد الثالث ونعطيه آخر أمر. انتهينا من الشرح. نسوي معاينة أخيرة.
بسم الله. الدخول بشكل تدريجي والخروج بشكل تدريجي. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا استفدتم من الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.